ايه رأيك في صينية السمك دي؟ ده سمك مكاريل. بأمانة تحفة وسهلة وبسيطة، ما بتوقفكش في المطبخ أقل من نص ساعة، مع شوية جرجير، مع شوية بقى عيش طري كده. غدوة محترمة. يلا تعالي كملي معايا الفيديو ونشوف عملنا الصينية العظمة دي ازاي. بصوا، أول حاجة بجيب السمك وبغسله. اوعي تنقعي السمك بخل. انا ما بغسلوش الا بميه فتره بس من الحنفيه، بس اغسليه كويس ونضفيه، مش هيبقى زفر معاكي ولا اي حاجه. خلاص. تعالى اقولك على الدقه بتاعته. بصوا، دي دقه السمك اللي هي عباره عن توم، فلفل، كزبره، كمون. حابه تحطي بهارات سمك حطي، مش حابه براحتك. خلاص، تعالوا نحيق القلب بتاع السمك. بصوا انا غسلاه ومخلياه ازاي. هحيق اول حاجه السمك بالطريقه دي. شايفه الحتت اللي انا مفتحاها دي؟ تحيقي السمك بتاعك بالطريقه دي كده. انا حيقت السمك هركنه على جنب. تعالوا بقى اقول لكم الخلطه اللي انا هعملها في الصينيه. معايا طماطم مخرطه بالشكل ده، معايا فلفل، التتبيله بتاعه الثوم اللي احنا حيقنا بيها السمك هنزل بنص الكميه كده، حط شويه حلوين، ليمون 3-4 ليمونات كده، انزلي بالقشر. الليمون ده انا غسلاه كويس عشان انا عارفه هنزل بالقشر بتاعه في قلب الصينيه. هننزل بمعلقه كزبره، معلقه كمون، انزلي بقى بملح، الملح المناسب بتاعك، حقيقي ملح كويس كده. انا ما بضيفش حاجه تاني، بتهرسي الكلام ده كويس حلو كده. انا ما بحبش احط لصينيه المكاريلي دي بصل، بحب احط لسمك البيتزا بصل. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي. حقيقي بس الملح بتاعك كويس وكده خلاص. اهي هتبقى معاكي بالشكل ده بعد ما احنا قلبناها. هاتي الصينيه بتاعتك، هنضيف شويه في قاع الصينيه بالطريقه دي. وبعد ما احنا ضفنا شويه هتجيبي بقى السمكيه بتاعتك. بصي، بعد ما احنا تبلناها باللي هي بالثوم والكمون والكزبره، بتجيبي شويه طماطم كده تحشي بيها السمكيه. تعملي كل الكميه بتاعتك كده. الفلفل ده طبعا اختياري، لو انت مش حابه الحاجه حراقه بلاش منه خالص. شايفين هي دي شكل الصينيه. انا الصينيه بتاعتي ما شالتش الا 3. انزلي بقيتي بقى الطماطم كلها على الصينيه. الطماطم دي بقى مش عايزه اقولك بتبقى طعمها تحفه. واخر حاجه هنحطها، تعالى اقولك ايه هي. وبعد ما انا رصيت الصينيه بتاعتي بالشكل ده هتنزلي عليها بشويه من الزيت، بس مش هضيف عليها اي حاجه تاني. وهي دي شكل الصينيه بتاعتي بعد ما انا عملتها. يا دوبك بترفعها على النار، ما بتاخدش 10 دقايق على النار. سمك المكاريلي ما بياخدش وقت على النار. تمام، تعالي نحطها على النار. بصوا، انا رفعت الصينيه بتاعتي على النار، يا دوبك بتقعد معايا 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق بدخلها جوه الفرن، بتاخد برضو 10 دقايق. بتولعي الفرن بتاعتك من تحت، وبعد ما بتاخد 10 دقايق بتطفي الفرن، بتولعي الشوايه. على فكره انا ما حطيتش اي ميه في السمك، الميه دي بتاعت الطماطم. خلاص. بعد ال10 دقايق هوريها لك. بصوا، هي دي شكلها بعد مرور بالظبط 10 دقايق. عايزه تكملي سواها من فوق كملي سواها، لكن انا بحب احطها في الفرن تاخد لها برضو 10 دقايق كده وتولعي لها الشوايه. هتكمل سواها وهرجع لك. وهي دي طريقتي في السمك المكاريل. بامانه تحفه. نفسك تجربيها وتقولي لي في التعليقات ايه رايك فيها، مع شويه جرجير بقى وعصره ليمونه وعيش طري. احنا ولا محتاجين رز ولا سلطه ولا اي حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبك.